عليكم، معكم عبد العرب حلمي، منسق النسخه السابعه من مشروع اكاديميه الرياضه، المشروع اللي تشتغل عليه واللي تشرف عليه شبكه رواد الشباب بشراكه مع المنظمه الالمانيه انريش جود. حنا اليوم تنتواجدوا في النسخه الرابعه من الهاكاثون بوليتيك اللي الهدف منه هو الخروج بثلاثه ديال لي بوليسي بريف اللي تيهموا ثلاثه ديال السياسات العموميه. احنا اليوم في اليوم الاول النسخه الرابعه ديال الهاكاثون السياسي. انا اليوم هنايا اون طونك اكومبانياتريس ديال لو جروب ايكولوجي. الموضوع اللي اشتغلت عليه المجموعه ديالنا هو اعاده تاهيل المطارح العشوائيه للنفايات، والتحديد على وجه التحديد كيفيه اشراك الجماعات لو بي ان دي ام، يعني لو بلان ناسيونال دي ديشي ميناجير بور اون ميور جيستيون. الموضوع اللي اختارينا الملخص السياسي في المجموعه ديالنا هو رقمنه الخدمات اللي كتقدمها اللي كيقدمها قطاع العدل. هاد الخدمات هذه متواجده كاينه منصات رقميه، لكن الولوج ليها ما عندوش واحد المجال اللي هي كبيره. هذاك الشيء علاش قررنا اننا نشتغلوا فيه ضمن هذا الهاكاثون ان شاء الله، وكنتمناو اننا نعطيو توصيات اللي تكون اكثر فاعليه واللي تخلي المواطن والمواطنه يوجهوا لهذه الخدمات بشكل اللي يكون سهل وبسيط. أزول معكم يونس أكرشال. اليوم احنا في إطار النسخة الرابعة من هاكاثون بوليتيك. الموضوع ديال المجموعة ديالتنا كان على العنف الاقتصادي ضد المرأة، واللي احنا في المجموعة ديالنا تناولنا مجموعة من المقترحات، شفنا مجموعة ديال التجارب ديال الدولة شنو هي الحلول اللي اقترحات، واللي الدولة كذلك دارت فيها مجهود كبير. شفنا مدى الأثر ديالها في المجتمع، واش هي مازال صالحه ولا ممكن انها تغير وتحيل. فكان هذا هو العمل اللي اشتغلت عليه المجموعه ديالنا بشكل اساسي. السلام عليكم، الاسم ديالي كمال اكايا. انا اليوم كنتواجد بصفتي كرئيس ديال لايف سي دي فاونديشن. كنتواجد اليوم في النشاط ديال تيفل يونغ ليدرز اللي هو الهاكاثون بوليتيك، اللي كيسعى لتكوين الشباب في تتبع وتقييم السياسات العموميه. وحنا جد سعداء بالمقترحات والافكار لانه لقينا عند الشباب اللي ناقشوها، اللي هي صراحه افكار كلها هي اللي كتصب في الاهتمامات وفي الاولويات ديال الاشتغال ديالهم كجمعيه او كمؤسسات عموميه. كنتمنوا اليوم انه التوفيق، ونتمنوا انه من هذه الورقات البحثيه اللي غادي يخرجوا بها والتوصيات انه تنجزوا في ارض الواقع ويكون عندها واحد التاثير اللي هو ايجابي سواء عليهم ولا على المؤسسات او على المجتمع اللي كيشتغلوا فيه. هذه مناسبة يعني الاثر ديالها يعني ايجابي جدا، خاصه ان هذا الهاكاثون ربما لاول مره يعني كنساهموا فيه كجمعيه بيئيه في مدينه الصواره، واللي ان شاء الله كنتمنوا انه يعني يضمن الاستمرار او الاستمراريه ديالو يعني السنوات المقبله، وحتى الشباب اللي ربما كان فيهم واحد النوع ديال الايجابيه الجديه في العمل. الهاكاثون بوليتيك en général داز مزيان بزاف. on a beaucoup appris في هاد الاكسبيريونس. خرجنا منها بدي زانفو جداد. سيتي زعما اون اكسبيريونس مانيفيك ا ريفير، نقدروا نعاودوها.